بطلوع الروح منتخب إيطاليا عم يتأهل للدور الثاني من بطولة أوروبا. بالدقيقة السابعة من الوقت بدل ضايع ماتيا زاكيني يسجل هدف التعادل في مرمى كرواتيا ليحفظ مع وجه المنتخب الأزوري ويأمن تأهله للدور الثاني من بطولة أوروبا 2024. أما بخصوص لقاء إسبانيا وألبانيا فعجبتني تصريحات مدرب ألبانيا البرازيلي سيلفينيو اللي قال: ما زلنا أحياء في مجموعة الموت، ولكن الماتادور الإسباني استطاع بالتشكيل الاحتياطي من الفوز بنتيجة 1-0. سجلوا توريس لا يضمن بذلك المنتخب الإسباني التأهل للدور الثاني بالعلامة التامة ب9 نقاط من 9 نقاط. لا تغادر كل من ألبانيا وكرواتيا البطولة. ألبانيا مع نقطة واحدة من تعادل مع كرواتيا مع نقطتين من تعادلين مع ألبانيا وإيطاليا. اليوم حديثنا حيكون على أهم مباريات الأمس وهي اللي جمعت إيطاليا مع كرواتيا، ولكن أكيد قبل ما نبدأ بدي أذكرك بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب ويلا تفاصيل إيطاليا وكرواتيا. إيطاليا دخلت اللقاء بفوز يتيم على ألبانيا بنتيجة 2-1 وخسرت باللقاء الثاني مع إسبانيا بنتيجة 1-0، بينما دخلت كرواتيا اللقاء وبرصيدها نقطة وحيدة من تعادلها مع ألبانيا بنتيجة 2-2. لذلك كان الدافع عند كرواتيا أكبر باعتبار ما في غير الفوز بأهلها للدور الثاني، بينما إيطاليا بكفيها التعادل لتتأهل للدور الثاني. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي مع أفضلية لكرواتيا بأرض الملعب. بالشوط الثاني تحصل منتخب كرواتيا على ضربة جزاء، ولكن لوكا مودريتش أهدر ضربة الجزاء لكنه تمكن بعد دقيقة واحدة من تسجيل هدف التقدم بالمرمى الإيطالي. لتمشي المباراة والكل متوقع خروج الطليان نسبة للأداء المتواضع اللي عم يقدمه الفريق بالبطولة. لتحمل الدقيقة 97 الفرح للجمهور الإيطالي بعد ما سجل ماتيا زاكيني هدف التعادل بالمرمى الكرواتي بطريقة ذكرتنا بهدف ديل بييرو بمونديال 2006 بنصف النهائي مع منتخب ألمانيا. هذا كان كل شيء لليوم. السلام عليكم ورحمة الله.